من اكتر حاجه مفرحاني زياره ترامب لمصر يوم الاثنين الجاي. لو ما تعرفش، الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر ان هو يجي مصر يوم الاثنين الجاي عشان يحضر بنفسه رسوم توقيع لوقف اطلاق النار بتاع غزه، وده ان دل فيدل على مكانه مصر في المحيط الاقليمي وكمان في محيط الوطن العربي، وان هي من الاخر كده معاها مفاتيح المنطقه. وبرضه بيوصل رساله ان مش كل حاجه بالفلوس. ترامب الدول كانت بتحايل عليه عشان يشوف اكتر دوله تديله هديه او اكتر دوله تديله استثمارات عشان يزورها. ترامب بنفسه هو اللي قال ان هو يجي مصر عشان يحضر حفله التوقيع. طب بعد حفله التوقيع دي ايه المتوقع في الاقتصاد؟ واحد، انت بعت رساله مهمه للعالم كله ان انت مصر دوله امنه. شفنا طبعا كلنا الوفد اللي كان موجود في شرم الشيخ والقوات الخاصه اللي كانت بتحرسه، وطبعا مع زياره الرئيس الامريكي ترامب للمنطقه ده بياكد الرساله اكتر واكتر ان مصر مدينه امنه بشكل كبير. ده معناه ايه برضو؟ معنى كده ان اعداد السياح الفتره اللي جايه متوقع ان احنا هنشوفها اكبر من كده. متوقع كمان نبدا نشوف دول بتحط مصر على الخريطه الاستثماريه بتاعتها. ده غير طبعا البروباجندا الاعلاميه الضخمه جدا اللي هتحصل لما رئيس امريكا اللي هي اكبر دوله في العالم يجي مصر. غير كده كمان مع وقف اطلاق النار وبدايه حمله التعمير بتاعت غزه، اللي احنا بنتكلم مبدئيا كده ان خطه الاستثمار تقريبا 75 مليار دولار، اغلب اللي هيقوم بيها شركات مصريه والحكومه المصريه. طب ده كله هياثر على حياتك انت كمواطن بسيط ازاي؟ توقع على بدايه السنه الجديده الدولار دلوقتي بيتكلم في 47 ونص، على بدايه السنه الجديده ممكن نشوف الدولار تحت ال 45. وما ينفعش الدولار ينزل مره واحده عشان خاطر في حاجه اسمها الديون الساخنه. الناس دي لو باعت وخرجت دلوقتي على دولار 45 تبقى تكسب كتير، فلازم يبدا الموضوع يبقى نسبه وتناسب. بس ده من الاخر بيقول ان الامور ان شاء الله ما كانتش هتستقر، هتبقى احسن. ونتمنى الخير لبلدنا. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.